السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب متابعيني في كل مكان. معاكم مس عبير خطاب، والنهارده يا ولاد بنكمل حل أسئلة كتاب المعاصر للصف الخامس الابتدائي. هنحل صفحة 197 197 يا ولاد، وكمان 198 197 و198. أول سؤال طبعا استماع، ونصوص الاستماع موجودة في نهاية الكتاب. Listen and circle the correct answer from A, B, C or D. Salim was feeling sad. Salim wanted to go on vacation. His cousin Sharif was away at the beach. Salim's dad had a new job. أنا جايبة الكلام ده منين؟ من نص الاستماع يا ولاد. تعالوا نشوف السؤال التاني. Choose the correct answer from A, B, C or D. Noha was feeling a bit low، يعني متضايقة شوية. a bit low. We can sit on، نقعد على، نجلس على إيه في البارك؟ benches. بيكون في benches، مقاعد. Lunch is our main meal. العشاء هو وجبتنا الرئيسية of the day، في اليوم. وبعدين the children play football in the playground. بيلعبوا فوتبول فين؟ في الملعب يا ولاد. in the playground. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي read the text and answer the question. اقرأ الفقرة وجاوب على الأسئلة. Read the text and answer the questions. الأزهر بارك، حديقة الأزهر is the largest and most beautiful park in Cairo. We can spend a lot of time there. There are tall trees and it has more plants. It also has a lake and cafes. فيها بحيرة وكمان فيها مقاهي. 2. There is a space for all your family to have a big picnic. فيها كمان مكان فاضي عشان نعمل بيكنيك، نزهة. Mom agreed to take us to الأزهر park yesterday. مامتنا وافقت إنها تودينا حديقة الأزهر امبارح. She made a picnic. عملنا نزهة. So when we arrived we sat under a big tree. قعدنا تحت شجرة كبيرة on the cool grass and enjoyed our food. I met my friends there. قابلت أصحابي هناك عشان يسألني عنهم دي يا أولاد. It was such a beautiful day. And we played football together. Mom sat on a bench and enjoyed all the beautiful plants and birds in the park. We had a nice time there. قضينا وقت لذيذ يعني حلو هناك. Choose the correct answer. أول سؤال معايا يا ولاد بيقول لي The general idea of the text is. الفكرة الرئيسية هي إيه؟ الأزهر بارك طبعا، حديقة الأزهر. طيب the underline word largest. كلمة largest معناها إيه؟ means biggest، أكبر. large يعني ضخم أو كبير، يبقى largest يعني biggest. تمام؟ شوف الصفحة اللي بعديها يا ولاد. Summarize the first paragraph in one sentence. الباراجراف الأول كان بيتكلم عن الأزهر بارك. هقوله الأزهر بارك is the largest park in Cairo. طيب السؤال التاني who met the writer at the park. مين اللي قابل الكاتب بتاعنا في البارك في الحديقة؟ he met his friends. قابل أصحابه طبعا، قلت لكم خلي بالكم يا أولاد. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي put the words in the correct order to make sentences. سليم's dad يعني بابا سليم had a new job. طيب بعد كده الأزهر park is a fantastic place in Cairo. طيب السؤال اللي بعده يا أولاد بيقول لي إيه؟ عايزين بس نلحق نصلي الفجر. Read and write the correct form of the words between brackets. That phone is very expensive. طيب don't drink that. It could be الأول وبعدين الI poisonous.
سام. بعد كده البنكتويشن يا ولاد هعمل الام كابيتال come to visit Egypt وفي النهاية نقطة، يبقى الإي والإم. طيب الباراجراف بعد كده يا حلوين بيقولي write a paragraph of about 30 words using the following guiding elements. الأزهر بارك، هنتكلم عن إيه؟ عن حديقة الأزهر. Who did you go with؟ رحت مع مين؟ What things did you do in الأزهر بارك؟ الأزهر بارك is a wonderful place. I went there last summer with my family. يبقى أنا أول سؤال هجاوبته اللي رحت مع عيلتي. We went by car. رحنا بالسيارة. My mom made a lot of sandwiches. ماما عملت لنا سندوتشات كتير. We played football with children. لعبنا فوتبول مع الأطفال اللي هناك. We ate the sandwiches. We drank orange juice. It was a beautiful day. We had fun. استمتعنا. تقدروا تكتبوا حاجات مختلفة طبعا يا أولاد. أنا بس بحاول أجيب لكم جمل بسيطة وسهلة على يعني تعرفوا تكتبوا فيها وتعرفوا تفتكروها. كده احنا خلصنا الصفحات بتاعت النهاردة، صفحة 197 و198. ان شاء الله يا حبايبي لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وعرفوا اصحابكم على القناة، ويا ريت لو تعملوا شير للفيديوهات او للقناة علشان اصحابكم يشوفوها ويشتركوا معانا. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. مع السلامة. التليفون معلق يا ولاد مش بيقفل. طيب انا سايبه لكم الجمل علشان اللي عايز ينقل حاجه او يعمل لها سكرين شوت اهي قدامكم موجوده براحتكم يعني. طبعا ما ننساش يا اولاد نسيب مسافه ما بين الكلمات، دي حاجه مهمه جدا جدا. يعني محدش يرص حروف كده جنب بعضيها، خطأ كبير. اللي بيصحح ما عندهوش وقت يفضل يفسر انت كاتب ايه. ممكن تكون حلل صح بس بتضيع منك درجات، ممكن ينقصوك، وبالذات لما اكتب في الباراجراف يا اولاد. منساش اسيب مسافة في الاول كده، واسيب مسافة ما بين الكلمات، ونهاية كل جملة احط نقطة. وبيحاسبوني على البانكتويشن، ابدأ الجملة بحرف كابيتال، خلصت الجملة احط نقطة، ابدأ جملة جديدة بحرف كابيتال. كل الحاجات دي انا بتحاسب عليها في البانكتويشن يا ولاد. خلاص ان شاء الله الفيديوهات تعجبكم، واشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامة.